السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا النهاردة في مطبخي، معاكم شيماء صابر. النهاردة هنعمل بقى كيكة الرواني زي ما حبايبي طلبوها مني. هنعملها، هتبقى طعمها حلو جدا وسهلة جدا. هي انتوا بس شايفين المقادير ان هي شكلها كأنها كتير، بس هي مش كتير ولا حاجة، هي كلها حاجات موجودة في البيت، وكمان بتطلع طعمها حلو قوي. وهنشوف بقى دلوقتي المقادير بتاعتها، بس انا هقول لكم على المقادير بتاعه الشربات اللي هنسقيها بيها الاول، علشان انا كنت بقول لكم على انا عملته بطريقه كذا كذا كذا، يجوا حبايبي قالوا لي لا احنا عايزين نشوفها وهي بتتعمل، فانا دلوقتي هعملها معاكم. هنقول الاول مقادير الشربات ونعمله بعد كده على النار وهو بيغلي. هاجي اقول لكم على المقادير بتاعه الكيكه الرواني، علشان بس احنا عايزين الشربات يتعمل الاول وبعدين يبقى هادي، مش عايزينه سخن، فهعمله الاول. عندي كوبايه سكر وكوبايه ونص ميه، كوبايه سكر وكوبايه ونص ميه. هروح احطهم على في الحله بتاعتي. هحط السكر الاول وبعدين الكوبايه ونص ميه دي، ومش هقلب، هنسيبها. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل ازاي. انا كده حطيت السكر والميه على بعض اهو في الحله، وهسيبها من غير ما اقلب. شايفين اهي، مش ما بقلبش خالص زي ما احنا شايفين. هسيبها لغايه لما السكر يدوب، وبعدين هبتدي اقلب بالراحه خالص. هنشوف ازاي بس بعد ما السكر يدوب. من نفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها السكر هي اللي هعاير بيها الميه. خلاص لما يدوب السكر هنكمل مع بعض. شايفين معايا ابتدى يغلي اهو، والسكر ابتدى يدوب كمان. هبتدي بقى ان انا اقلب. شايفين بالراحه ازاي؟ بالراحه خالص كده زي ما احنا شايفين، عشان انا مش عايزه ادوب بسرعه يقوم السكر يطلع لي على الحيطان كده مطرح الميه بسكر ده، فيسكر لي الحيطه، تطلع الميه تاني عليها تنزلها في الشربات بتاعي ويسكر لي الشربات. فاحنا هنعمل بالراحه قوي كده اهو. دلوقتي هبتدي احط معلقه صغيره عسل الجلوكوز. شايفين اهي، معلقه مش كبيره مش مليانه، معلقه صغيره بس مش مليانه. بالراحه كده وهنزلها وهسيبها تغلي بقى معاها حوالي 3 أو 4 دقايق. وهنحط معانا هنا عصرة ليمون، يعني عصرة خفيفة من الليمون، او نحط اللي هو ملح ليمون. شايفين حتى حبة قد ايه ملح ليمون، حاجة كده رشة بس. انا مش هحط فيها عشان ما يبقاش طعمه ميزز كده معايا، يا اما ملح ليمون يا اما عصرة الليمون. وهسيبها بقى تغلي مع بعض زي ما احنا قلنا 3 4 دقايق، وفي الاخر هحط لها رشة فانيليا وهسيبها. شايفين ده؟ ان شاء الله كده مش هيسكر معانا خالص. طيب لو سكر بقى معانا لاي سبب من الاسباب هنعمل ايه؟ لما يسكر كده بعد طبعا لما بيبرد بيقوم مسكر، لما يسكر احطه تاني على النار وعليه شويه ميه صغيرين تاني، واحط عليهم رشه خفيفه جدا جدا من ملح الليمون تاني، وهحطه على النار يغلي وتشيليه وتسيبيه لما يبرد. هتعبيه بقى في البرطمان او تشتغلي بيه، هتلاقيه زي الفل ومفيهوش اي تسكيره ولا هيسكر تاني منك. خلاص انا دلوقتي فاتت حوالي 3 4 دقايق. هجيب بقى الفانيليا واحطها عليها اهو، رشه خفيفه كده. هسيبه بقى دقيقه مع الفانيليا كده يتقلب خفيف كده زي ما احنا قلنا. وهقفل عليه واروح بقى اشوف المقادير الرواني ونعملها ازاي مع بعض. دلوقتي بقى هنقول على المقادير. احنا خلاص عملنا الشربات اهو. بنسيبه يبرد بقى على ما احنا نخلص. عندي هنا كوبايه دقيق سمولينا او دقيق سميد او الدقيق بتاع البسبوسه بس السايب، وكوبايه دقيق ابيض عادي اللي احنا بنعمل بيه الكيكه العاديه، بس بننخله طبعا قلنا مرتين. وعندي هنا معلقه كبيره بيكنج باودر، وعندي معلقه كبيره خل، وعندي طبعا رشه فانيليا عشان البيض،
وعندي 4 بيضات، وهنا عندي تلتين كوباية سكر. طبعا احنا قلنا الكوباية اهي دي بنعاير بيها كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي تلتين كوباية سكر. سكر عادي سنترفيش عادي، بس يعني اللي هو الحبيبات، بس ايه ناعم ويكون لونه فاتح. وعندي هنا نص كوباية جوز هند اللي هو الناعم، وعندي برضو نص كوباية زيت، يا ريت يكون عباد او ذرة. وعندي هنا كوباية لبن رايب، ما عندكيش كوباية لبن رايب ممكن تعملي زبادي على لبن، نحط كوبايتين زبادي ونزود بقى الباقي الكوباية دي لبن ونقلبهم مع بعض، هيبقى كوباية اللبن الرايب. هنقول بقى دلوقتي الطريقة هنعمل ايه. انا هحط البيض والسكر والفانيليا وهنضربهم بالمضرب الكهربائي. يبقى انا هحط البيض اهو، وهحط رشة الفانيليا، وهحط السكر، وهحط كمان معلقة الخل، بس كده. هضربهم بقى بالمضرب الكهرباء لغاية لما يبقى لونه فاتح كده، لونه الابيض، وبعدين هنيجي نكمل مع بعض هنشوف هنحط ايه. كده بقوا شايفين بقى لونه فاتح اهو. هبتدي ان انا احط الزيت واللبن الرايب او الزبادي اللي احنا قلنا عليه، وهنضربه تاني بالمضرب، وهضربه ونرجع مع بعض هنشوف هيبقى عامل ازاي. هحط بقى مقادير الجافه كلها على بعض. ادي الدقيق العادي والدقيق السمولينا، وعليه جوز الهند، وعليه معلقه البيكنج باودر مش مليانه قوي، ورشه ملح. هقلب بقى ده كله الاول مع بعضه. هنبتدي بقى نحطه على الخليط السائل واقلبه كده، يا اما بمضرب سلك يا اما بمعلقه، وهجيب من تحت لفوق كده. شايفين بقى القوام كده اهو. هحطها بقى في صينيه. صينيه انا بطنتها بالسمنه والدقيق. هحطها بقى فيها الخليط بتاعي ده. الصينيه دي مقاس 26. ما تحطيهاش بقى في اصغر من كده عشان ما تبقاش عاليه قوي، لان دي كيكه رغوني المفروض ما تبقاش عاليه قوي، يعني شبه الكيك الاسفنجي كده. فانا هحطها في فرن متوسط اللي هي درجه حراره 170 180 لغايه لما تستوي، ونحط الخله فيها كده في النص تطلع نضيفه خالص. هروح احطها وبعدين نشوف هنكملها ازاي. ودي طلعت معانا الصينيه اهي، حلوه زي الفل وطريه معايا. شايفين عامله ازاي؟ جميله جدا. هجيب لك كمان لونها عامل تحفه. شايفين لونها تحفه، وكمان ما لزقتش في الصينيه ولا اي حاجه. شايفين زي الفل. هعمل ايه بقى؟ هسقيها. طبعا هي لسه سخنه. هسقيها بالشربات بتاعنا. الشربات مش سخن ومش بارد، دافي. يعني انا اعرف امسك الحله اهي اللي انا عامله فيها، بس هي دافيه اهو. هسقي بقى، هسقي كده بايه، بس هعمل حاجه هوريكم الاول بالخله. طبعا جبنا الخله حطينا في النص، طالعه نضيفه ما فيهاش اي حاجه. يبقى كده استوت معانا وتمام.
هبتدي ان انا اخرم بس كده بالخله خفيف عشان يتشرب معايا حلو قوي اهي. وهبتدي ان انا اسقيها بقى بالشربات بتاعنا. شايفين الشربات بتاعنا ولا سكر ولا اي حاجه، زي ما قلنا لو سكر لاي سبب احنا هنعمل ايه. شايفين بتشرب على طول الشربات بتاعها ازاي، ده دليل على نجاحها. زيها زي البسبوسه برضو لو شربت الشربات على طول يبقى هي كده ناجحه وما تطلعش ناشفه معاكي اهو. بس احنا الشربات بتاع البسبوسه بنحط سخن وهي سخنه، لكن دي شربات دافي بس بسيط وايه. والكيكه لسه طالعه طبعا من الفرن اهي. هسقيها بس الشربات كويس كده واسيبها بقى ايه لما تهدى. شايفين سيبها بقى تهدى ونبقى نقدمها مع بعض. بس هنحط كل الشربات، هو الكميه بتاعته مظبوطه مش قليله ولا كتير. هحط كل الشربات اهو بس. هنسيبها بقى لما تهدى ونزينها ونشوف هنقدمها ازاي. حبيت بس اوريكم ازاي هزين. انا عملت ايه، انا حطيت واحده فريزه كده وبعدين اخدت، هوريكم ازاي دلوقتي. اخدت جوز هند مبشور برضو من اللي احنا بنعمله، وعملت زي ما يكون مروحه كده، يعني بعملها بميل كده زي ما احنا شايفين كده اهي. هتقعدي تعملي واحده كده واحده كده لغايه لما يدي الشكل ده بس كده. وبعدين ممكن نجيب بقى كريز ونعمله انصاف كده، ممكن نحطها هنا كده اهو بالشكل ده بس كده. ويبقى كده تقدميها وشكلها تحفة بجد، شكلها حلو جدا وكمان طرية معانا وجميلة. وانا دلوقتي هقطع لكم منها اهو. هنقطعها بقى مع بعض كده. شايفين طرية ازاي اهي. امسكها لكم كده اهي. شايفين عاملة ازاي حلوة جدا اهي وطرية معانا. شايفين زي السفنجة، جميلة جدا وحلوة بقى. كمان تقدميها كده لو جالك ضيوف، سهلة جدا واتعملت على طول وما فيهاش اي مشكلة اهي. واوريكي برضو الصينية اهي من جوه. شايفين ولو عجبتك الوصفة ياريت لايك وشير وسبسكرايب اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.